لو انت بتدور على مايك رخيص للجيمنج او للستريمنج فانا متاكد ان انت مش هتدور تاني بعد الفيديو ده. انا كصانع محتوى بقالي فتره كنت بفكر ان انا اشتري الهايبر اكس كواد كاست لزوم الفويس اوفر وكده، لاني عايز حاجه يكون صوتها نقي وكويس وفي نفس الوقت يكون شكلها حلو على المكتب. بس انت طبعا شايف سعر المايك بقى عامل ازاي دلوقتي، لحد ما شركه فاين كلموني وقالوا لي احنا عندنا مايك جديد وعايزينك تجربه. ولما دخلت اشوف المايك ده على علي اكسبريس لقيته متباع اكتر من 5000 مره، فقلت انا لازم اعرف ايه سبب المبيعات العاليه دي. فيديو النهارده كله متسجل بمايك فاين اي ام 8 علشان نعرف هل انت فعلا محتاج تشتري مايك غالي ولا ممكن تجيب حاجه احسن باقل من نص السعر. شركة فاين اللي ما يعرفش هي شركة صينية مختصة بمجال الصوتيات، بيعملوا سماعات ومايكات وأجهزة صوت، وهي تعتبر شركة لسه جديدة. معايا مايك ال AM8 وسماعة ال H9 والحاجات دي هم بعتوها لي للمراجعة، ولكن ما لهمش أي تدخل في رأيي. كمان عجبني قوي إن هم قالوا لي لو في أي حاجة ما عجبتكش في المنتجات بتاعتنا قولها في الفيديو وابقى ابعتها لنا في ميل علشان ناخد بالنا منها بعد كده في الحاجات اللي جاية. مايك ال AM8 علبته بسيطة وما فيهاش محتويات كتير، بس في نفس الوقت هتحس بوزن أول ما تمسكها. أول ما تفتح هتلاقي المانوال فيه كل إرشادات الاستخدام، وبعد كده عندك التيبل ستاند اللي تقدر توقف عليه المايك. وزنه تقيل علشان يثبت وخامته كويسه. ولما نفتح كده هنلاقي كابل اليو اس بي سي اللي بنشغل المايك من خلاله وطوله حوالي 2 متر. وبعد كده عندك المايك اللي تصميمه طالع جميل الصراحه. في نسخه تانية بيجي معاها الارم اللي المايك بيركب عليها، ولكن ما انصحكش تشتريها لان فرق السعر كبير شويه، والارم اللي معايا دي هي اللي ممكن تشتريها من على امازون عادي. المايك واخد السيم بتاع الحاجات الجيمنج، في جزء بينور ار جي بي من ورا كده لافف على المايك كله. الحلو فيه انه بيبان من اي اتجاه. الاضاءه دي تقدر تغير الوانها من خلال الزرار التاتش اللي عندك هنا، كل لمسه بتغير الاضاءه ولمسه مطوله بتطفيها خالص. عندك على المايك من فوق زرار تاتش كده واخد شكل مايك، وده زرار للميوت، تقدر من خلاله تكتم صوت المايك وبمجرد ما تلمسه لونه بيقلب احمر علشان يعرفك انه اتعمل ميوت. الزرار دي معموله تاتش علشان تقلل الصوت اللي بيطلع وانت بتلمسها، لان هي لو معموله زرار فيزيكال هتسمع صوتها جامد وانت بتتك عليها. مشكله زرار الميوت ده ان انت ممكن تدوس عليه بسهوله وانت بتحرك المايك وما تاخدش بالك ان المايك بقى ميوت. عندك في المايك بكرتين من تحت، وبالمناسبه دي عدله المايك، المفروض ان البكرتين وزرار الار جي بي متوجهين لتحت وزرار الميوت لفوق، وده طبيعي لان انت غالبا وانت بتستعمل المايك مش هتستخدمهم قد زرار الميوت. البكره اللي فوق دي بتتحكم في الجيم بتاع المايك زي ما انت شايف، اقدر ازود واقلل من خلالها الجين وانا بتكلم. البكره التانية بتتحكم في صوت السماعه اللي واصله على المايك. اما بالنسبه للتوصيلات فلو بصينا من ورا هنلاقي وصله الاكس ال ار علشان لو عندك كارت صوت، ووصله اليو اس بي سي علشان تشغل المايك على اي جهاز كمبيوتر او بلاي ستيشن، ودي اللي انا بستخدمها دلوقتي. وعندك مخرج 3.5 مللي علشان تقدر توصل سماعاتك، وهنتكلم عن الموضوع ده اكتر قدام. الستاند اللي بيجي مع المايك كويس بس مش هيبقى انسب حاجه لو انت بتلعب او كده، هتحتاج تشتري له ارم طويله زي دي علشان تعرف تحركه بحريه. وفي حاجه رخمه شويه وهي انك ما تقدرش تلف المايك كده وانت موصل وصله لانه هيخبط في الكابل، بس انت غالبا مش هتحتاج تعمل كده يعني. المايك كله من البلاستيك ما عدا الجزء اللي بتعلق منه ده معدن. بصراحه خامه البلاستيك كويسه قوي والمايك تقيل وماسك نفسه ومفيش اي تعليق على خامته. عندك الجزء الفوم اللي من فوق ده علشان يقلل صوت الهواء، ولو شلته هتلاقي تحت الكبسوله في جزء المعدن ده. القطعه دي بتفرق جامد في حساسيه الكبسوله للهواء، فلازم تخليها راكبه طول الوقت. هنجرب دلوقتي واحنا بنتكلم نفكها ونشوف الصوت هيبقى عامل ازاي من غيرها. الف ب 1 2 3 الف ب 1 2 3 ألف ب 1 2 3 ألف ب 1 2 3. لو انت واخد بالك فانا كل ما ببعد بقي حاجه بسيطه عن المايك الصوت بيوطى، ده لان المايك ده من نوعيه المايكات الديناميك مش الكوندنسر. وباختصار الفرق الاساسي اللي هتلاحظه ما بينهم ان حساسيه المايكات الديناميك للصوت بتبقى اقل شويه، ولازم الصوت يكون متوجه للمايك مباشره، عكس المايكات الكوندنسر اللي بتكون حساسه اكتر وممكن تلقط الصوت من كذا اتجاه. ميزه الديناميك انه بيعزل الصوت والدوشه احسن. يعني انا مثلا دلوقتي المكان اللي انا بصور فيه ما فيهوش اي نوع من انواع معالجه الصوت او العزل او اي حاجه، ورغم كده انت مش سامع اي صدى صوت او دوشه. كمان لو انت جيمر او ستريمر فالديناميك احسن لك بكتير علشان مش هيبان صوت الماوس ولا الكيبورد. تعال نجرب دلوقتي المايك واحنا بنكتب على الكيبورد. دلوقتي انا بتكلم في المايك وانا بكتب على الكيبورد، مش عارف بقى الصوت هيبقى عامل ازاي، ولكن انا بستخدم كيبورد ميكانيكال والسويتشات ليها صوت، ولكن المفروض انه مش هيبقى عالي قوي لدرجه ان هو يضايقك وانت بتسمعه. برضه دلوقتي هسمعك صوت الكليكات بتاعت الماوس وانا بتكلم، مش عارف الصوت هيكون عامل ازاي. اديني بكتب على الكيبورد، مش عارف برضه الصوت هيبقى عامل ازاي عندك. بس مشكلته الاساسيه بقى ان انت لو سهيت شويه عنه وانت بتتكلم وبعدت صوتك كده هتلاقي الصوت بيوطى جامد. لازم تكون قدامه علشان الصوت يطلع احسن حاجه. لو رحت يمين او شمال هتلاقي الصوت بيقل. عندك خاصيه المونيتورنج في المايك ده، بمعنى ان انت ممكن توصل سماعه في المايك وتسمع نفسك في نفس الوقت يعني من غير تاخير. ده ممكن يفيدك لو انت بتسجل اي حاجه وعايز تتاكد ان الصوت طالع مظبوط، ولو عايز تسمع صوت الجهاز اللي انت بتسجل عليه في نفس الوقت فهتختار ان المايك يبقى هو جهاز الصوت الاساسي. قبل ما نسمع صوت المايك خام من غير اي تعديلات، عايز اعرفك
تعرفك ان زرار الميوت وزرار الار جي بي مش بيشتغلوا لو انت مش موصل الوصله بتاعت اليو اس بي وبتستعمل اكس ال ار بس. اصلا لو انت مش موصل يو اس بي هتلاقي الاضاءه بتاعت المايك مش شغاله، بس انت ممكن توصل الاكس ال ار مع اليو اس بي، واللي بتوصله الاول هو اللي بيكون مسؤول عن نقل الصوت، واليو اس بي بيكون مهمته في الموضوع ده ان هو بيخليك الاضاءه باينه بس. خلينا بقى نجرب المايك مع بعض من غير اي تعديل خالص ونشوف صوته عامل ازاي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زي ما انت سامع المايك صوته كويس جدا ونقي جدا وينفع كمان للتسجيل مش الفويس اوفر بس. الفتره اللي فاتت كنت بستخدم مع المايك سماعه الفاي فاين امبلي جيم اتش 9. السماعه دي من احسن السماعات اللي انت ممكن تشتريها تحت ال $40 من غير اي مبالغه. بصراحه ابهرتني، تصميمها بسيط ومتاخد من سماعات الهايبر اكس، خاماتها من المعدن والبلاستيك، ما حسيتش خالص ان هي ضعيفه اثناء فتره الاستخدام. المايك اللي فيها بيركب وبيتشال ومعاها كارت صوت بتوصل باليو اس بي اي. جوده صوتها كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه، لان انا حسيتها احسن من سماعات الكلاود 2 بتاعتي. البيس فيها كان عالي وكانت ممتازه جدا في الالعاب، وليها فيديو كامل عندي على القناه هيظهر دلوقتي عندك هنا في الشمال او في اليمين. انا شايف ان مايك وسماعه زي دول بيقدموا لك تجربه جيمنج وستريمنج ممتازه قوي على فئتهم السعريه، وخصوصا المايك انا مبسوط قوي من صوته، وهو فعلا مقارنه بالمايكات اللي احنا عارفينها هو ارخص بكتير. سعر المايك على علي اكسبريس اقل من 2700 جنيه مع الشحن، وممكن تدفع حوالي 200 جنيه جمارك زي ما انا دفعت، او $55 على موقع الشركه، وموجود شحن مجاني لاي مكان، وكمان في كود خصم. كذلك السماعه سعرها $38 على موقع الشركه برضه. فانا شايف ان الكومبو ده مع بعضه صفقه ممتازه لاي حد عايز يبدا في الستريمنج. لينكات الحاجات دي هتلاقيها تحت في الديسكربشن. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وسبسكرايب، وهيظهر دلوقتي قدامك فيديو مراجعتنا للسماعه ما تنساش تشوفه. كان معاكم يوسف، اشوف وشكوا على خير، مع السلامه.